أستاذ محمد بن حمودة، أنت لم تتراجع عن رأيك، لكننا رأيناك تعتذر بعد الهجوم الكبير الذي طالك. إذا كنت لم تتراجع عن رأيك لماذا تعتذر؟ أنا اعتذرت ليس لطرح رأي، اعتذرت لأني طرحت هذا الموضوع في المكان والزمان الغير المناسب. اعتذرت من كل من فهم أنني أريد خلع الحجاب. أنا لا يهمني من يلبس ومن لا يلبس، المهم أنا أن أقف على الحقيقة. عندما نظرت أنا في الأحاديث الواردة على فرضية الحجاب، ثم أنا قلت الحجاب ليس فرض فقط، لم أقل شيئا آخر غير هذا. وانهالت علي ردود، لا أحد سألني ما هي آرائي، كيف فهمت، ما هي أدلتي، ما هي الأحاديث، ما هي الآيات التي من خلالها قلت أنا الحجاب ليس فرضا. لم يسألني أحد، فقط أنا قلت الحجاب ليس فرضا. وانهالت تلك السباب والشتم والسحل إلى حد التكفير و يعني خفت، أشياء معناها يعني شعرت بالخوف صراحة، شعرت بالخوف من كثر الهجوم عليك. ليس هو ليس خوفا، هو ليس خوفا. أنا اعتذرت من بعض الناس الذين اتهموني أنني أريد خلع الحجاب، أريد السفور، أريد الفاحشة، أريد أن تشيع الفاحشة. ومين قال يا أستاذ محمد بن حمودة، من قال أنه خلع الحجاب يعني نشر الفاحشة؟ نعم، بهذه الطريقة ألا تؤيدهم بأنه خلع الحجاب هم يعني قالوا ذلك، نشر الفاحشة في العالم العربي؟ لا 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 لا، أنا لا أؤيدهم. وأنا اعتذرت من النساء الذين فهموا أنني أريد أنهن يخلعن الحجاب عنوة وتطبيق المشروع 108 الذي كان موجود في تونس. لم أفعل ذلك، ولم يكن لي نية أني أثير بلبلة أو بوز. فقط أنا بحثت في الأحاديث التي جاءت عن الحجاب، ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر، هذا الحديث الذي رواه خالد بن دريك. وخالد بن دريك هذا ولد بعد وفاة أمنا عائشة وهو يتحدث عن عائشة، فكيف لأسماء بنت أبي بكر التي هي أسماء ذات النطاقين كانت في الهجرة متزوجة من الزبير بن العوام الذي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وولدت أول مولود في الإسلام اللي هو عبد الله بن الزبير، بعد 5 سنوات من الهجرة أو 7 سنوات يصبح عمرها 12 سنة وتدخل على النبي في لباس رقاق. وعندها يتفكر رسول الله بعد 17 سنة من الإسلام أنه لم يحدث النساء عن الحجاب، فيقول يا أسماء إن المرأة إذا حاضت لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. من هنا بدأت رحلة الشك وبدأت أبحث في هذا الموضوع. نعم. أنا فقط طب اسمح لي أستاذ بن حمودة، قلت سيصدر لي كتاب أستاذ بن حمودة فقط. نعم. لماذا تتصدر قضايا من هذا النوع؟ هي يعني في نهاية المطاف قضايا شخصية تصبح قضايا رأي عام، تصبح قضية عامة. موضوع الحجاب أنا على فكرة حين أطرح السؤال على حضرتك ليس لإثارتها بقدر يعني توصيف ما يجري في عالمنا العربي. يعني الدعاة ينسون قضية الفساد في العالم العربي، ينسون يعني المستشفيات المتردي وضعها، ينسون قضية التعليم، ينسون الرشوة والسرقة والتدليس، وفقط تصبح قضية الحجاب هي قضية عامة، ليس في تونس فقط، حتى في الجزائر وفي مصر وفي الأردن وفي المغرب وفي دول عديدة. من السبب؟ السبب هو تكريس المجتمع الذكوري، لأن الذكور عندما تمسهم في أشياء مصالح اكتسبوها عبر الزمن هنا تثور ثائرتهم. أما تحدث عن أي موضوع آخر لا يمس المصالح نتاعهم لن يتكلموا فيك ولا عنك. هذا باب. ثم الباب الثاني، أنا لم أطرح هذا الموضوع، أنا لم أسعى إلى طرحه. سئلت فأجبت، أجبت من باب الأمانة العلمية فقط. طيب. لأنه يوم القيامة سأسأل عن ذلك. طيب يا أستاذ بن حمودة، هل كتمت العلم أم لم أكتم؟ طيب. أنا من بين نعم. خلينا فقط نتجاوز الآن موضوع تصريحاتك عن الحجاب. أيضا أنت تثير الجدل بتصريحات مثلا بأن الخمر ليس محرما، على الرغم من أنه هناك إجماع من قبل العلماء على أن الخمر حرام،
وأنت خرجت عن الإجماع يا أستاذ بن حمودة. كيف ترد على هذه الاتهامات؟ نعم، أنا لم سأرد على هذه الاتهامات لأن هؤلاء الناس لا يفهمون. هؤلاء الذين ذكرت لك منذ قليل قصتهم مع الشعبي، سأذكر لك قصة أخرى ولكن بعد أن أقول أني لم أقل أن الخمر حلال، أنا قلت اجتنبوه أقوى من حرام، ولكن هؤلاء الناس نظروا لأنه فما ناس تبحث عن الترند وتبحث عن البوز. ماذا يفعلون هؤلاء الإعلاميين الزملاء في بعض الجرائد أو بعض الصحف أو بعض الصفحات؟ يضعون الصورة ثم يكتبون موضوع أو عنوان خارج عن الكلام الذي قلته أو عكس الكلام الذي قلته، باش يجلبوا الناس، عوض أن الناس تدخل وتسمع الكلام هم يقرؤون فقط محمد بن حمودة قال السكر ليس حرام، ثم يحكمون عليك. هكذا هذا على الحساب قبل أن أقرأ الكتاب كما فعل بالطاهر الحداد. أنا قلت أن اجتنبوه أقوى من حرام، بالعكس أنا حرمت الخمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش وحرم الإثم والبغي، والخمر قال فيهما إثم كبير، وقلت هناك حرام أقوى من حرام، اجتنبوه أقوى من اجتنبوه، لا تقربوا، لأن الله قال لم يقل حرام مال اليتيم أو الزنا حرام، ولكن قال لا تقربوا الزنا أي أكثر من حرام، لا تقربوا مال اليتيم أكثر من حرام، ثم قال لآدم لا تقرب هذه الشجرة، لم يقل له حرمت عليك ولكنها حرام. الحرام هو مرتبة فوقها تأتي. اجتنبوه، الاجتناب هو الحرمة مع إمكانية أن تجلس أو تكون في ذلك المكان، ولكن اجتنب ذلك، لا تقرب، لا تكن في ذلك المكان. طيب يا أستاذ أكثر من هذا هو الإنسان عندما يكون حاج ويطوف، التفكير في الخمر فقط يكون حرام في البيت الحرام، فقط أنك تفكر في الفساد، تفكر في الذنوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه مرتبة طيب. الحرام، حرام أقوى منها، اجتنبوه أقوى منها، لا تقربوا أقوى منها، ومن يرد فيه بإلحاد، ولكن هذه فقط عندما تكون محرما. نعم يا أستاذ بن حمودة، اسمح لي يا أستاذ بن حمودة، واضح ننتقل إلى فتوى أخرى يعتبرها البعض شاذة. سأعطيك الفرصة. نعم. الإفطار في رمضان تقول بأنه جاهز، جائز لأصحاب المهن الشاقة، كمن يعملون في درجات حرارة عالية، مثلا للرياضيين لما يكون فيه مثلا مباراة، أيضا للطلاب عند اجتيازهم امتحان صعب. أنت اعتذرت بعد تعرضك أيضا لموجة انتقادات حادة بعد هذا التصريح. أنت تتراجع كثير عن تصريحاتك يا أستاذ بن حمودة. والأطباء أيضا. لا أنا لم أتراجع. اقرأوا الاعتذار جيدا. لم أتراجع عن أي تصريح قلته. اقرأوا الاعتذار عن الفهم الخاطئ. أنت عندما تفهمني، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، ليس يعني أنه في ضلال أو أنه يشك، هو يبين لهم أنه تعالوا نتناقش، تعالوا نتحاور. لماذا السب؟ لماذا الهجوم؟ لماذا كل هذا التعصب والتطرف وأنك تملك الحقيقة وحدك؟ لماذا لا نفكر؟ لماذا لا تحاورني؟ أنا قلت حتى الطبيب الذي يشتغل وليس الذي يشغل الأشغال شاقة فقط، وهذه ليست الفتوى لي، هذه قالها الأزهر وقالوها العديد من العلماء. الناس الذين يشتغلون أشغالا صعبة ومرهقة، هو حتى الإنسان الذي لا يشتغل، الذي يحس بالمرض أو يحس بالتعب، يمكنه أن يفطر ويعوض ذلك اليوم. الأمر بسيط وبسيط إلى درجة، ولكن هناك ناس يصطادون في الماء العكر ويبحثون عن الباز فقط ليكفروك أو للبحث عن الترند، يضعونك في صفحاتهم ويقولون لنا يلا افرحونا به هذايا، ولا شوفوا شنو قاعد يقول. نعم يا أستاذ بن حمودة.